بيبدأ فيلمنا في يوم ممطر في مدينة سيو، لما بيوصل واحد اسمه بارك وزوجته يونغ وابنهم شان للمبنى الجديد اللي هيعيشوا فيه. والمشكلة هي إن الشايلين ما بيقدروش يدخلوا العفش للشقة لأن في عربية قافلة المدخل وصاحبها ما جاش يحركها. وبعد مكالمات كتير خرج أخيرا صاحب العربية وهو راجل اسمه مانسو، وحرك العربية بكل برود وهو بيقول إنه مش مضطر يعتذر، وبيقول كمان إن بارك هو اللي لازم يعتذر له علشان صحاه بدري يوم الأجازة بتاعته. وبيبدأ عمال الونش يطلعوا العفش، ولما بيكون بارك مستنيهم يخلصوا بيقابل بعض الجيران وبيحييهم زي مصرو، ودي ست عجوز عايشة هي وابنها، وأم عزباء بتفضل تشتغل طول اليوم وبتفكر ابنها سونغ إنه ما يتكلمش مع حد غريب. وبتكون العيلة مبسوطة وفخورين بالبيت الجديد. تاني يوم الصبح بيوريهم ابنهم إن البلية بتاعته بتفضل تتدحرج على الأرض دايما في نفس الاتجاه، وده معناه إن الأرضية مايلة أو المبنى ذات نفسه كله مايل. وقبل ما يروح بارك شغله بيقف عند الجيم وبيفكر يشترك فيه، لكنه بيغير رأيه لما بيشوف إن مانسو المدرب، وقبل ما بيمشي بيسأله لو عنده فكرة إن المبنى مايل، لكنه ما بيكونش لاحظ حاجة. ولما بيوصل للمكتب بيبحث عن معلومات عن المباني المايلة والمنطقة اللي فيها بيته على الإنترنت، وبيهني زمايله على البيت الجديد وبيسألوه عن مكانه، لكنه لما بيقول اسم الحي بيقول واحد منهم إن في هناك مجمع صناعي خلى المنطقة مش آمنة للسكن. لكن بارك بيرد وبيقوله لا يا راجل، الكلام ده من فترة طويلة قوي والمدينة دلوقتي صديقة للبيئة وكله تمام. وبيعزمهم إنهم يروحوا يقضوا يوم الأجازة عنده في البيت الجديد. وبيرجع بعدها يشوف فيديوهات عن الأرضيات المايلة لأنه بيكون قلقان. ولما بيرجع للبيت بيفضل يختبر الشقة بالبلية، وكمان بيتأكد من الشباك لكنه بيتحرك كويس جدا ومفيش أي مشكلة. تاني يوم بيحاول زمايله يشتروا له هدية بمناسبة البيت الجديد، بس هو بيقول لهم هاتوا الفلوس انتوا، أنا هجيب اللي أنا عايزه. والراقب بيروح يشتري كرسي هزاز غالي وبيفضل قاعد عليه وما بيخليش حتى ابنه يقعد عليه. وبالليل بيكون في مطر كتير واللي بيأثر على أساسات المبنى، وبتبدأ الشوارع تتشقق وكمان الباب الإزاز بتاع المبنى. ولما بيخرج مانسو تاني يوم الصبح بيشوف الشرخ، وأول ما بيلمسه بيتكسر الباب، لكن حظه الوحش بيشوفوا الجيران واقف جنب الإزاز فبيلوموه وبيطلبوا منه إن هو يصلحه. في الوقت ده بيشوف الشقة على الأرض وبيتصل بمجلس المدينة علشان يجوا يعملوا أي حاجة، لكنهم بيقولوا إن السكان كلهم لازم يوافقوا على الإصلاحات. فبيتصل بالجيران كلهم وبيعمل اجتماع عشان يتناقشوا في الموضوع، لكنهم بيتكلموا في تفاهات وبيسيبوا المشكلة الرئيسية. بعدها بيتعشى مانسو مع ابنه فبيقوله يبقى يشرب السجاير على السطح مش جوه الشقة علشان الجيران بتشتكي، لكن ابنه أصلا بينفي إن هو بيدخن وبيسيبه ويمشي. وتاني يوم بعد ما بيخلص بارك شغله بيعمل حفلة صغيرة في البيت مع 4 من زمايله في الشغل. ولما بيوصلوا للمبنى بيلاقي مانسو بيغطي فتحة الباب المكسورة بغلاف بلاستيك، وبيقول لبارك إنه قلقان لما شاف الشقق على الأرض، لكن بارك بيتجاهله عشان مش وقته الكلام في الموضوع ده قدام زمايله. بيدخل هو وزمايله البيت وبياكلوا ويشربوا ويتبسطوا. ولما بيدخل كيم زميله الحمام بيكتشف إن الشقة بتعاني من مشكلة في المية، وبعدها بيقضوا يومهم وفي جزء منهم مش بيقدر يمشي من كتر الشرب، فبارك بيمسك فيهم إنهم يباتوا عنده. وتاني يوم بتخرج مراته وابنه عشان يشتروا شوية حاجات وبتنسى عربية السوق، فبتتصل على زوجها لكنه ما بيردش على موبايله، فبيقول لها ابنها يروح يجيبها. وفي الوقت ده بيصحى كيم وبينزل بسرعة عشان عنده ميعاد، ولما بيركب التاكسي بيفتكر انه نسى شنطته فبيخلي التاكسي يرجع وبيطلع ياخد شنطته وبينزل بسرعة، لكنه اتعطل لما سواق العربية كان بيتكلم في التليفون. في الوقت ده بيلف مانسو على الجيران وبيسألهم لو كان عندهم مية، ولما محدش بيرد عليه بيفترض ان الكل خرج، لكن الطفل سونج بيكون في البيت بس بيتبع قواعد والدته وما بيتكلمش مع حد غريب. وبترجع مصر شقتها ودي ساكنة في العمارة. هنا مانسو بعد ما بيقابل الطفل وبيسأله عن حالة المية في شقتهم بيطلع على السطح عشان يشوف الخزان، وبيكون ابنه فوق وبيستخبى لما بيشوفه لأنه كان بيدخن، وبيسأل الراجل اللي على سطح العمارة اللي جنبهم لو عندهم مية، فبيشغل الخرطوم وبيرش عليه. وفجأة بتبدأ الأرض تتهز وبتظهر حفرة تحت المبنى وبتبدأ تبلع المبنى كله، وبتقف بس لما الحفرة بتبقى ضيقة جدا على المبنى، وبيقع التاكسي اللي فيه كيم كمان في الحفرة. وبعد ما بيشوف عربية تانية بتقع في الحفرة وتتحطم بيحاول يفتح الباب ويهرب، لكن الأرض بتتهز مرة تانية وبتتزحلق العربية لحد ما بتنزل على سطح المبنى وعلى وشك إنها تضرب مانسو، وبيهتز المبنى أكتر بسبب الزلزال. وبيفضل كيم ضاغط على الدواسة لكن العربية بتتزحلق مرة تانية، وبينزل عند باركو اللي بيساعده يخرج من الشباك، وبعدها بيروح هما الاتنين للغرفة وبيخرجوا. وفجأة بينزل مانسو على نفس المكان وبيكون بارك قلقان على عيلته، فبيقول له مانسو انه شايف ابنه نازل في الاسانسير والمفروض يكون خرج، لكنه بيكون قلقان على ابنه. فبتروح المجموعة كلها يدوروا عليه في شقة مانسو لكنهم مش بيلاقوه، ولما بيلاحظوا مانسو جزمة ابنه مش موجودة فبيعتبروها علامة ان ابنه بخير لانه كده خرج بره المبنى. بعدها بيروحوا السطح عشان يحاولوا يتصلوا بأي حد لكن ما بيكونش فيه شبكة، وبيفضلوا يصرخوا وينادوا على أي حد يساعدهم لكن محدش بيكون سامع الصوت أصلا.
لكن بيسمعوا صوت بيرد عليهم، واللي بيكون صوت ابن مانسو اللي بيكون ورا باب مقفول بسبب الدمار اللي حصل، وبيخرجوه. الشاب بيقول لهم انه كان بيشوف فيديوهات كتير على اليوتيوب عن البقاء على قيد الحياة في المواقف اللي زي دي، وبيقول لهم على اللي المفروض يعملوه. واول حاجة يجمعوا الاكل والمية اللي موجودة، ويحاولوا يبعتوا اشارة للناس اللي فوق علشان يعرفوا انهم لسه عايشين. في نفس الوقت بيكون فريق الانقاذ في المنطقة، لكن الوضع بيكون مدمر حوالين الحفرة. واول لما بتهدى الدنيا شوية بينزلوا للحفرة، لكن بيحصل اهتزازات مرة تانية وبتجبرهم يخرجوا، لان بتكون المنطقة خطيرة. علشان كده بيرحلوا باقي سكان من ضمنهم زوجة بارك وام الطفل سونج، وبتبدأ وسائل الإعلام تنشر اللي بيحصل في كل مكان. وبيعتذر بارك لزميله لأن هو اللي أجبرهم إنهم يباتوا عنده، وبيزعل لما يشوف الكرسي بتاعه مكسور بسبب الزلزال اللي حصل. ولما الليل بيجي وبيبدأ المطر بيولعوا نار علشان تدفيهم، وبيقعدوا ياكلوا. وبيزعل بارك على الكرسي بتاعه اللي بيولعوا بيه. ولما المطر بيقف بيبعت فريق الإنقاذ طيارة بدون طيار علشان تنزل للحفرة، وأول لما بتنزل بتفقد الإشارة وبتقع. وأول لما بيشوفوها بيكلموها على أمل إنها تكون بتسجل كلامهم وحد يسمعه. في الوقت ده بينهار جزء من حيطة المبنى وبيميل السقف، والكل بيمسك في أي حاجة جنبه ما عدا كيم اللي بيتزحلق. وبتقدر أون تتجنب الصخور اللي بتقع وبترمي أسلاك لكيم، وبيسحبوه كلهم السلك وبيرجعوا للسطح. وبيبص كيم لأون بصة رومانسية وكأنهم أول مرة يشوفوا بعض. وفجأة بيتقطع السلك بالغلط وبتقدر المجموعة تمسك في بعضها، لكن مانسو بيقع في بركة طين وبيكون صعب عليه يعوم ويخرج منها وبيبدأ يغرق. وبيحصل نفس الكلام لابنه لما بينط وراه عشان ينقذه. بتيجي فكرة لبارك وبيجري على غرفة نومه وبيكسر الشباك، وده بيخلي الطين كله يدخل، وبيدخل معاه مانسو وابنه. في اللحظة دي بتشتغل الطيارة وبتطير من الحفرة، وبتوصل أخبار الناجين لفريق الإنقاذ. ومرات بارك بتكون مبسوطة إنه لسه بخير، لكنها لسه قلقانة على ابنها. وأم الطفل سونج بتكون منهارة، وبيفتكر فريق الإنقاذ معلومة قالتها قبل كده إن ابنها كان معاه تليفون لما دخل المبنى، فبيتتبعوا وبيعرفوا إن الولد لسه جوه المبنى. وبتعلن نشرات الأخبار عن الناجين اللي لقوهم، وبيحاول فريق الإنقاذ إقناع السكان في المباني المجاورة علشان يسمحوا لهم إنهم يفجروا الخرسانة تحت شققهم علشان يتجنبوا الانهيار، لأن المساحة كلها سيء وممكن يحصل معاهم نفس اللي حصل في العمارة اللي انهارت. ومن الأفضل تحريك مركز الجاذبية بعيد عن الحفرة، لكن السكان بيرفضوا وبيكونوا كده هيفقدوا بيوتهم، وإن على الأقل قدامهم فرصة ينقذوا جزء منها. وبيتكلم الراجل اللي كان على السطح وقت وقوع الحادثة، وبيقول لهم ان قد ايه المنظر كان مرعب وهو شايفهم بيتبلعوا في الحفرة، وان الصح دلوقتي انهم المفروض يساعدوهم. وبيوافق السكان وبيبدأ فريق الانقاذ يهدوا المباني المجاورة ليهم قبل ما تيجي عاصفة تانية. في الناحية التانية في الحفرة مانسو بيشكر بارك على مساعدته، وبيقول له ما يقلقش، ما تبقاش حد في المبنى، لانه ما فيش حد رد عليه لما كان بيخبط عليهم. وفي الوقت ده بيحاول كيم يهدي اون اللي بتفكر في اهلها اللي ما يعرفوش انها لسه عايشة، وعلشان يعدوا الوقت بيتصوروا بيفكروا انهم يحبوا في بعض شوية. وفي الوقت ده بيجيلهم اخبار حلوة، وهي ان فريق الانقاذ استخدم مظلات صغيرة علشان يبعتولهم بعض الامدادات زي الكشافات والاكل والمية وموبايل بيشتغل عبر الاقمار الصناعية وفي اشارة. وبياخدوا كيم بسرعة وبيتصل بالشركة وبيطلب منهم يضيفوا اون في قائمة المميزين في الشركة، وبيدي الموبايل لبارك بعد كده علشان يتصل بمراته. ولكن فجأة الموبايل بيرن وبيكون فريق الإنقاذ، وبتتدخل مرات بارك في وسط المكالمة وبتقوله يدور على ابنهم اللي بيكون فاكره انه برا المبنى، لكنه بيكون جوه المبنى في الجراج. وبتبدأ المجموعة بسرعة تدور عليه، وبيربطوا بارك بحبل وبينزله من فتحة الأسانسير. وفي الوقت ده بيبدأ فريق الإنقاذ ينزلوا رافعة في الحفرة، لكن محاولتهم بتفشل لما بيتكسر نص المبنى المجاور وبيقع في الحفرة، وده بيمنع وصولهم للناجين، وبيرجعوا الرافعة اللي ما بيقدروش يستخدموها تاني. وبيقعد بارك يفتح باب الأسانسير وبيوصل للجراج، لكن بسبب الاهتزاز بتفقد المجموعة الحبل، وبسبب المطر بيحصل فيضان في الجراج. والطفل بيكون خايف وبينادي على أبوه، لكن عرف يخرج. وبعدها بتنزل الصخور وبتكسر العربية، لكنه مش بيلحق يطلع من الماسورة وبيتقفل عليه. وهنا بيكون بارك نزل صخور على رجله وبتنزف، لكنه بيزق الصخور وبيكون قلقان جدا على ابنه، فبينسى الوجع وبيبدأ ينادي على ابنه، ولحسن الحظ بيسمعه وبيرد عليه وبيلاقيه أخيرا وبيقدر ينقذه. بعدها بيلاحظ حاجة غريبة، بتكون ميس بتقول لهم إن الطفل سونج مات وبيزعلوا جدا، لكن علشان المية بتوصل بسرعة للمكان بيكون بارك عايز يهرب في أسرع وقت ممكن. وميس بتقول لهم يروحوا ويسيبوها علشان هي مش هتقدر تكمل، وبتقص جزء من شعر الطفل سونج وبتقوله يدي الأم لما يتم إنقاذهم.
وبيودعها وبيمشي، وبيربط بارك ابنه على ظهره وبيطلعوا على الماسورة اللي بتاخده بره المبنى، وبينادي أصحابه اللي بيجوا أول ما بيسمعوا صوته، وبيرجعوا كلهم للسطح وبيكتشفوا إن الحفرة اتسدت والمية خطت المبنى بالكامل، وإنها مسألة وقت بس وهيموتوا. فبيبدأوا يجمعوا الأزايز وأي حاجة بتطفو على المية، لكن ده ما بيكونش ضروري لأن مانسو بيفاجئهم وبيلاقي خزان المية بتاع المبنى وسموه الغواصة الصفراء بسبب لونها. وبيدخلوا كلهم جوه ما عدا مانسو اللي بيقرر يفضل ويضحي بنفسه علشان يقفل الغطا. وبترتفع المية وبينهار المبنى كله فوق الخزان، وبيبدأ يغوص لكن بسرعة بيبدأ يطفو وبيعلق في الأسلاك. وبتلاحظ أوندا وبتطلب من المجموعة يهزوا الخزان معاها، وبعدها بيطفو بسرعة مرة تانية، لكن المرة دي بتدخل ماسورة جوه الخزان وبيدخل لهم مية. وبيظهر مانسو فجأة بفضل الأكسجين اللي بعته فريق الإنقاذ، وبيزق الخزان وبيخرج الماسورة منه، وبيحط كيم دراعه في الفتحة علشان ما يدخلش مية والخزان يغرق. وبيحاول مانسو يمسك ايده لكن ما بيقدرش يعوم، وبيفقد الأمل لكن بتتعلق رجله في الأسلاك اللي ماسكة في الخزان وبتسحبه مع باقي الفريق. ولما بيوصل الخزان للسطح بيكتشفوا ان في فتحة تانية بتعرضهم للخطر، لكن من حسن الحظ بيقدر مانسو يطلع فوق الخزان وبيفتح الغطا. وفي اللحظة دي بيشوفوا فريق الإنقاذ على الكاميرات وبيروحوا بسرعة يخرجوا الرافعة علشان تسحب الخزان من الحفرة. وبعد المعاناة الكبيرة دي بتتجمع أسرة بارك مع بعض، وبعدها بيدي الأم الطفل سونج شهر زي ما وعد الست العجوزة. وبعد كام شهر بنشوف مانسو وبارك ومراته رايحين يزوروا كيم اللي بيكون اتجوز وعيشوا في الكرفان، وكانوا قاعدين مبسوطين وبياكلوا. لكن بتحس المجموعة بالخوف فجأة لما بيسمعوا صوت انفجارات، لكنها بتطلع الألعاب النارية وبيستمتعوا هما بيتفرجوا عليها. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. يلا أشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.